الكتاب. ساعدك ابو نعيم. هلا عاصف. عليك لي زنجيل وقفيص مال سياره. قل لي شلون ظهرك للنعمه جايه؟ والله شكله ظهره قوي يتحمل. مو عجيبه، بعير طول عمره يحمل الذهب. عزمي عزمي اهلا اهلا، تفضل تفضل، يا هلا بيك، يا هلا. الدكتور موجود؟ اي بلي موجود، تفضل. عزمي ملي. طيوب. اهلا 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 سيد عاصم. شلون صحتك؟ يا هلا بيك. شلون حالك؟ يا هلا بيك. تفضل استريح. يا الله. الله بالخير. الله بالخير. تفضل. لا اشكرك، ما اقدر هسه ذبيت هي ولا ايه سويت؟ دكتور نتفق بالاول ويجرى لك. يعني وين وصلت؟ دكتور انت رايت هالعماره؟ اظن هذا موضوع قديم. احنا هسه بصدد الحاك واخر. زين دكتور، انت تعرف سعر المتر هناك ايش قد؟ اولا خلينا نعرف، انتوا حصلتوا العماره، سويت وكاله عامه عن الوريث، من حقك التصرف، دفعتوا الضرائب، راجعتوا الاملاك، وانا وياك اعتبرنا من هسه متفاهمين. دكتور احنا اذا سلمناها لجنه التصفيه وباعتها بالمزاد انت كل شيء ما تربح. بس اذا بالمراضاه من هسه نتفق على السعر المكتوب والسعر الشفوي. اعترض احد ولغى البيع، شق بضاني من فرق البيع. لا دكتور ماكو اي اعتراض. افترض؟ دكتور يعني قصدك تريد تسوي عليكم بقاله بالسعر الشفوي؟ سيد عاصي يعني ما اريد اخش يعني باشكالات قانونيه. بعدين قبل ما تبيع واشتري لازم اكو فد شيء، اوراق ثبوتيه سيد عاصي. دكتور مو قلت لك يجرى لك، بس خلينا نتفق على السعرين. نص. ها؟ يبين ما عجبك. دكتور هذا السعر اللي راح نكتبه بالعقد لو اللي راح اقبضه؟ اثنينهم. دكتور رحمة على اهلك،
هاي بنص العاصمة، يعني باكر إذا أردت تفلش وتبني عمارة 20 طابق، أجارات الشقق والدكاكين ذاك حسابه. نص مليون. لا دكتور لا، احنا نسلمها لجنة التصفية وتبيعها بالمزاد وتعطينا حقنا. يا واش ما صار شيء، أنا أحضر المزايدة وأزايد، بس قل لي أنت ايش راح تاخذ؟ اللي يخص مرتي وولدي يخصني. افرض جابت نص، روح 600. انتوا حصتكم ايش قد؟ أكثر من 200؟ هذا إذا ما طلع للمرحوم عبد الرحمن منعم الشرخشي وريث جديد غير بنات الثلاث. بس أنا دايد أفيدك إلك، دا أقول لك رتب حالك وخذها بالمراضاة، يجيك خير ما تحلم به، وإلا روح بيعها بالمزايدة. لا دكتور، نبيع نص. ما ودعناكم. يا هلا، يا هلا بيك سيد عاصم. ايش بيه هذا؟ هذا دا يلعب بالظلمة على مرته وخواتها، يقول لك بلكي هاجر وعزمي همين. هي بس هذا ما يمنع ناخذ العمارة. يا شيخ بس النص مليون يا هاجر، مو إذا أشتري لازم أفلش. المهم هي الأرض مو العمارة، مثل هيك موقع ترى ما نحصل، بعدين لا تنسى وراها مساحة كل الزينة. هذا إذا شوفنا متهافتين على العمارة يقوم يضرب بالعالي. يبو أخاف ينسق ويا غيرك. ما أظن، هذا عاصي مهزوز وحذر. هسه شوفيه يروح ويرجع علينا. وما بعته؟ ما دفعوا سعر زين. شمالة امي ما ترضى تنطيني الفرق حتى اشتري الهوندا. شغلك؟ عفته. ليش؟ واحد قام التبريد مال سيارته بايدي، ايش ما ادريني انا. دا اشد له القايش، سحبت راس الصوندا طق الغاز. بابا ليش تسأل؟ اللي ياكل بالبيت يدفع فلوس. فهمت؟ ما عندي دار عجزة، شوف لك غير شغلة. يابا مو راح نقبض وارد وارد ايش؟ ان شاء الله حاسب ابلك جدك ورث بي خير. اسمع، امك خابرتها لابن عمتها عامر، روح اشتغل وياه وفضها. يابا بس ايش؟ ها بشر حمامة غراب. بقال روحي وهيبة. ثلاثمية قليل. يسوي ذبح نفسه، توسل راد تعالى. لو مالها زوجته الدكتورة موجودة، بس مو عاصي للظلم. ومرته جابها بالنص. مو قاعدين بالصالة واخذ ورد بالحكي، والمرة عندها فلوس، بس 300 هنا. لعب شلون شهاب؟ هذا ورث جدي، بيتين كبار وعمارة وجراج والله يدري بعد شكو. وانا شو تريدين يا اسوي؟ كل شي لا تسوي، قابلني وقت. اخويا كمال ديحون، ابويا ديحون، نجيب ما ادري شكو براسه. يعني معقولة تجي الثروة وهيبة تطلع ايتها والهوى؟ وهيبة التعبير صدقيني هذولا عشيرة. انصاف عندها جوقة، منيرة عندها جوقة، وامك اللي شوفين،
وورا كل وحده منهن عربيد يلهم الحجر. زين انا الغريب ايش راح اقيش بيناتهم؟ ثم حكايه والثانيه ما راح يقولوا لي انطيناك مره وتحملناك ببيوتنا انه بتجي تطمع بورث اهلنا. لا يا بلا، هاي القضيه قضيتكم والورث ورثكم وانتم احرار. لحد ما تسوي لي شاره. شو اسوي لك اذا انت ما تقبلين تعيشين ويا امي؟ يعني لو اعيش بخرابتكم، لو ترضى لي اتقلط ما بين العازه وبين فلوسك وان اشوفها قدام عيني وما اقدر امد ايدي عليها. وهيبه ترى الطمع ياخذ صاحبه القبره وتبقى ايده هيك مفتوحه على بوش على فراغ. زين لحد احط ايدي على خدي واسكت. انا عشت عمري كله راضي مرتضي، فقير غني وراح ابقى هيك صدقيني. المهم راحة الضميره للواحد، ولا شنو قيمه الثروه وواحد روحه بازعه من الدنيا؟ وين؟ يا روح للفندق غير. هم تبات؟ لا، قابل اقف على زباين وجيك. فد يوم نتبادل خفاره انا وفرحان، وان شاء الله اجي. زين؟ بس لا تتعبين نفسك. هلاوكم مولي. اهلا. سلامتك داد. هاي شنو؟ تعبان؟ ليش؟ مو دا اشوفك شوي هيك مغبر مغبر؟ قل لي ضروري اختيار هالتعابير الجافة بمخاطبة الناس؟ ها؟ مغبر، معنكز، قالب خلقته، ما اعرف شنو. 1500 سنة حملت لغة الضاد كل مشكلات البشرية، عاجزة عن توفير تعبير يحتوي على مثقال واحد من اللياقة. لو شغل الفنادق علمك على حكي السوق. تعطيني جيجارة. اقول لك نجيب جوا؟ لا، راح يفات قبل يومين. اكيد ونسه. يا ونسه يا معود، راحوا يجيبون مضخات. المهم هذا الاسبوع عندي محاضرة عن إشكالية التعبير الواقعي في النظرية البنيوية، فلازم تجي. ليش شنو؟ عفت للمطعم؟ مطعم ايش؟ تصدق حكي ذول مو جميل وخالتك نفسهم قالوا لي ذاك اليوم. انت ايش عليك بحكي بيت خالتي؟ انت تصدق كمال يوقف ورا دخل يلم فلوس؟ لو يصير كاشير يوصي على تشريب وعلى الثمن ويابسه؟ ما عليك، تعال شوف المحاضرة وبعدين نتفاهم. زين يابا، والفندق؟ اعوفه؟ شهاب هاي شبيك؟ شبيك؟ لازم ينمو هذا. منا نبدي. فندق. أهلا منيرة، بشريني. أنا هم هيجي أقول، بس عاصي دا يتابع القضية بنفسه. أنا قلت له الموضوع افتح على منيرة وانصاف ونشوف شو يقولين. عيني يا بس عاد أنا شو أقول؟ هو المحامي جمع شكوش عندنا مستمسكات ويقول بيها أخذ ورد ومراجعات طويلة عريضة. بس أنا شو أقول؟ لو نسوي لنا فد قعدة يوم من الأيام وتصير عندي بالبيت والكل معزومين بيها، وحكاية تجيب حكاية وما نطلع إلا واحد راضي على الله. لا بابا جميل الدور. إيه صحيح. شنو الفرق بيني وبينك؟ لو بيني وبين انصاف، أنا خابرتها الانصاف وهي وافقت. إيه صحيح. إيه والله أني أكيف، بس قولوا نجي ونقعد ونتصافى، وأني مستعدة للعزيمة، حلت ألف بركة. إي والله إي. وعلى وش المحامي؟ ليش نخلي غريب يتورج علينا؟ شنو الداعي؟ إي صحيح، بس يعني قابل الوصية تقول لا تلتقون لا تحجون، إحنا شو تقول الوصية نتفاهم عليه. يعني صدقيني أم نجيب، إذا تريدين حصتي همينة محالة لو موهوبة، خو مو أني أعوف أختي على مود وسخ الدنيا. الله يبارك بيك. يا هلا ومرحبا. يا هلا، بس عاد سلمينا. مع السلامة. تجور نفسها بس عاد. ها هذا عاصي، هو تأثيره قوي عليها. هسه أني شو أسوي؟
اعزم هاي تتملص ذيك. منيرة انت الخوات لا تخلم طمع الدنيا يخبط حليب كان، ربما تحصلين شيء لكن تخسرين هواي اشياء، تخسرين رباط القلوب ترى، الفلوس تروح وتجي. هاي انت زوجي وحزام ظهري هالشكل تحكي. اقول لك اللي الك تاخذيه سواء يجون لعزيمتك او ما يجون، القانون صريح، ينزال الشيوع ينباع العقار تتوزع الحصص. هاي ايش بيك؟ يوجعك شيء؟ هيك دوخه شويه تروح وتجي لا تخافي. سأني ما تقول لي شو اسوي؟ انت قلت يا عقار اللي ناخذهن من دون البيتين اللي براقبه خاتون احنا الرابحين. منيرة هسه هن حضرات يتصورن اكو شيء بالموضوع لعبه، وانا هم ما اريد اخلي نفسي بحق المدفع صراحه. انا غريب بنتي غريبه وانا دا احس احنا جماله على القافله. بس انت زوجي ابو بيتي. شوفي عندك ولد مهندس، عندك بنتك بعد كم شهر تتخرج، ذولا لازم تساليهم وتسمعين من عندهم ايش يقولون. هاي انت من تقلب انصاف وبس عاد انت همينه تقلب. نزار شنو؟ باكر عقبه يسافر، ونجوى اول وتالي متزوجه، واني هذا الشيء دا اسويه المن غير المستقبل هون، وانت اعرف وافهم. شوفي انت تعرفين الحساسيه بين نجوى وندى. لا تسوي لي تفرقه بين بنتك وولدي الخاطر الله، ذولا ما يهم واحد. منيرة املي هذا، املي ان يصير ما يهم واحد. خلاص لعد خلينا نتصرف. هم شي يسوون؟ انت لا غاث احد، لا سالب حقوق احد. شوفي قلتي عزيمه وبيها تراضي، الجماعه رفضوا. اللح عليهم. سيقولوا شاهين. وعلى وش انت خايف؟ مو انا خايف ليكون تالي متالي لاحظت برجالها ولا اخذت سيد علي. ما لازم نرجع للمحاكم عود، ومحامينا هم دا يشتغل. هذا هو الصحيح. شفت؟ يعني انت مو تدليني الدرب وتنصحني وتالي تنسحب. قضية التراضي بيها منفعة للكل، الكل ولدنا. منيرة لعد انا هالسنين الطويلة ايش دا اسوي والمن. خلاص لعد خليني اني اتصرف. انا رايح. مع السلامة. ندى بلي طلعتي قناني الغاز برا؟ طلعتهن. الهدوم نزلتيها من السطح؟ نزلتهن. والصوندة فكيتيها بالحديقة؟ هسه راح اروح افكها. دي يلا بساعة. باوعي زرقي عود لابو عابد جيبي لنا فد كيلو وين سلق. اقول هذا الثوب عود بدليه من الطلعين. ليش؟ ايش بيه هذا الثوب؟ كاش خزايد. وهاب ما جاوبتني قبل شوية. انت ايش قلتي لخواتك؟ قلت مشغولين ووهاب ما عنده وقت. وعلى وجه تسألين لعد؟ مو منيرة تقول اختاروا اليوم اللي يعجبكم. شنو هالملحة على هالعزيمة هاي؟ هسه اختي وعازمتنا عجيبة يعني. اخذي ولدك والله وياكم. وانت؟ انا اجي من الدائرة تعبان ما عول انجطل اخذ لي غفوة ساعة. هسه فد يوم جمعة يعني؟ ما اروح. ليش يابا؟ انصاف. انتن الوريثات وانتن الخوات وهالموضوع يخصكم. وانت وولدك ما يخصكم؟ هو ليش الورث اني المن اريده وهاب؟ انصاف. شوفي خواتك واحدة رجلها دلال عقارات والثاني بياع شراي. هاي اذا عزلنا الولد جانبا يعني راح تصير بها اطماع واصعد وانزل وما تصفى. كل من يريد النفسه، كل من يشوف الانسب شنو يسعى له. المهم احنا مصافيات. بوجود الزلمه الخشنه ما تتصافن. انصاف هذه اموال وعقارات اقل كلمه مني اطلع فضولي بالقعده. فضولي شنو؟
وهاب انت رجلي، وخير اللي يجيني يجيك ويجي لولدك. جار نفسك شنو؟ ما تفهمني. المحامي راح يجي؟ لا، قعدة خوات وولد خوات. احنا خمودة نوزع ورث الحجي حتى يحضر المحامي. حكي اخذ وعطى. وهاب الله يخليك لا تصفن بوجهي، دي شوف لي صرفه يا عيني. انصاف. نعم. اقول ليش ما تخلوها المحكمة تصفي التركة وتبيعها بالمزاد العلني وكل من ياخذ حقه؟ مو جميل يقول الجراج متوسط العاصمة والمنطقة رح يلغوها وتصير مباني. ابنك حاسب حسابه للفلس. وشنو يعني؟ يعني يريد يشتري مكاين غسل للجراج ويطوره. وهالمكاين ما يراد لها فلوس؟ عود ابنك لاقي له شريك. بدي اقول ايش راح تصير فرطنه؟ اذا ابنك هيك دا يفكر، بعد الجماعه هناك دا يفكرون وشكوا بعقولهم. واحنا ايش علينا بغيرنا شي يفكر يا بابا؟ احنا إلنا حق بالتركه لو لا؟ ما خاف الفلوس تفسد النفوس ولادي. هو الانسان يطلع من دنياته بيش. خليه يعيش مرتاح وخلي بعدين يطلع بيها بيش ما يطلع. بابا العبره مو شلون يموت الانسان، العبره شلون يعيش. اما يموت يقولون عنه الله يرحمه كان خوش انسان وكذا وكذا وهو عايش فقر وماكله الذل، فهذا في تقديري انسان غبي وما عرف شلون يتصرف. جميل، هذا منطق انتهازي. بالعكس هذا منطق علمي سليم. بابا الحياة تريد اللي يفهمها. الحياة مثل فرس تجفل من الهواء ومن الناس ومن الحركة وتريد اللي يطوعها ويمشيها على المزاج. أما الأخلاق والأعراف فهذه فد مسألة نسبية. على هالكلام لازم الشوارع تنترس قطاع طرق، ولازم المجتمع يلغي القانون ويخلي الحرامية يصولون ويجولون. على هالكلام لازم هالبيت ينهد، والأبوة والأخوة والأخلاق اللي تربينا عليها وتعلمناها الصفوح. لا مو هالدخن، بس بابا قصدي يعني ما نصير عاطفيين. سراب تعالي، انت دارسه منطق، قولي لي هم ايش درسوكم بعلم الاجتماع بالجامعه؟ درسونا الاخلاق. هذه ما تصرف لي. اقول بابا شو تقول له نشبع هالموضوع نقاش؟ نشبع اولادي، نشبع. هاي مستندات العرض. دافع ضريبة؟ ويا صورة القرار الصادر من الوزارة حول التسوية. زين، سيد جاسم تجيني يوم الأحد. صار بس إذا تقدر شهادة الجنسية وياك. موجودة الصورة؟ لا الأصل رجاء. أمرك. خذ راحتك أبو بلح. سيما الله. يا هلا مرحبا، مع السلامة. هاي هم المعاملة مال الأرملة اللي تناقشنا حولها بالتليفون. لا نشطها الأيام أبو ندى. احنا نريد رضاك وبنفس الوقت نريد ناكل لقمة خبزتنا حلال. يا معود القضايا بجالك لازم اسره. اي شو اخبار ابو نجيب؟ قل لي عاصي مر لك؟ مرتين. غريب هالرجال. انا قلت له مرتك هي الوريثة والها حصة ثلث، وبعدين هذه عقارات مختلفة مو قوالب صابون. هشكل قلت له شو اسوي له؟ وهاب وانصاف ما مروا لك طبعا. لا ما مروا. وهاب رجال عاقل محترم نفسه، والعاقل مسألة ما تهمه يخشش نفسه بيها ليش؟ بس جاني ابنه جميل. هذا يحوم حول الجراج. ابو ندى احنا ما نتصرف على هوا هذا وذاك، شو يقول القانون بلي. تفضل. هاي شنو؟ وكالة مصدقة عن زوجتي، وكالة عامة. هاي عندي نسخة منها. يعني هسه من حقي انا اتصرف ابو رشا. ابو ندى انا من دا احكي فاعني اللي يعني انت ما لازم تاخذ على نفسك بكل شيء، ومع هذا تبقى هذه حقوق واموال المستحقيها مو هالشكل. بس هسه دا اشوف اكو محاولة للتوفيق،
يعني توزيع التركة بالمراضاة دون الرجوع للمحاكم أو لجان التفتيش والتقدير وغيرها. هم يصير بيها ظلم، ولو تبقى على المحكمة برأيي هواية أفضل. أما إذا اتفقت الآراء فذاك الوقت مبروك على الجميع. يعني واحد يجي يتنازل لصاحبه مراضاة نفسه بهالشكل؟ أنت يهمك هذا؟ والله أنا بحدود وكالتي أتصرف وفق القانون، ما أقدر أخشش نفسي طرف بيناتهم. تعرف أنا رجال غريب على كل حال. على كل لا تخلوها على القسام الشرعي وقرار الشيوع، عوفوها للمحكمة. ثم انتوا دعوا مستعجلين على التصرف. قل لي الأملاك وارداتها دا تستلموها؟ واردات يا شيخ أبو رشاد، بعدها عقود إيجارات قديمة. شقق العمارة بين 15 و 20 دينار، البيوت ب 28 دينار، الدكاكين ب 30 دينار، بس الجراج ب 120 دينار. فأنا أشوف لما تتصفى وتسجل باسم المالك الجديد ذاك الوقت يصير الحق يبني يفلش يبيع يشتري يتصرف. أني ويا القانون، وانتوا اللي تريدون تسووه سووه. نيالك بطرانة، لازم كتابك بإيدك. ماما صايرة أعصاب جوا وجنابك ممددت لي هنا. وش أسوي؟ تعبانة غير؟ من الصبح لي هسه 100 شغلة سويت. شنو يعني؟ عار لو فضل؟ بيت تاكلين بيه لقمتك غصبا معلش تخدمين. لو تريدين احنا نخدمك خاتون. لا عيني لا، أنا ما قالت ليش تعالوا خدموني، دا أقول ليش تعبانة. 1000 شغلة سويت من الصبح لي هسه. نظفت البيت وعزلته، نزلت لي هدوم من فوق، رحت للسوق سوقت بيض وطماطة وسلق ودجاج، رجعت للبيت همين نظفت الدجاج، حتى الحديقة هم اشتغلت بيها. شنو طلابة ومو طلابة، حتى العمالة يعطوهم ساعة للغدا ساعة للراحة. على كيفك عيني. هاش بيك؟ شنو هديتي بيه فد هدة؟ حسن ما واحد يفك حلقة وياك؟ ايش دعوة عليك؟ هاش دعوة؟ شنو ايش دعوة؟ هاش بيك شو مسويت لك اني؟ لا خطية مسكينة، انتي نخاف عليك. عندك شي ثاني يذبح ويخاف عليك، والله عمي خاف على نفسنا من عندك. ليش يابا شنو؟ سألوه قاعد قبالك؟ شنو الحكي اللي ما إله داعي نجوى؟ يعني انت تجين من الجامعة تبدلي لي هدومك حتى تساعديني بالبيت لو حتى تنهدين بيه. شنو فصلية ماخذيني لو ما إلي أحد بهذا البيت؟ لا عيني لا، ليش ما إلك أحد؟ أصلا انت لوحدك عصابة. كان عصابة؟ خلف الله عليك. ده قومي قومي تجي جوا يلا قومي نزلي. زين تدللين تقوم خدامة البيت، انتوا تأمرون وتنهون بهذا البيت. شو وقت الله يخلصني من هالقسمة السوداء هذه؟ شو وقت؟ شو مسوي اني؟ شنو جريمتي؟ مسكينة. رحت على عامر؟ لا. ليش؟ شغلة الحدادة هاي ما أتحملها. بعدين من يقول هو يحتاجني؟ لا يحتاجك، على الأقل قرايبنا يفيدك وتفيدك. ما يصير يوم تفتر 24 ساعة على حصانك لا تروح تخش لنا جوا لوري وتسوي لنا مصيبة. لا يم لا تخافين. لا تقرا زين؟ بدأ أفتهم. تريديني أقرأ وأنجح لو أشتغل حداد؟ هاي وهاي تشتغل حتى تلتهي عن الماطور وتجيب كم فلس للبيت. لو هم تنتظر ورد جدك. ليش لا؟ مو من هالاشياء لو فاز طايف. ابوك مدى يلحق على البيت، يقول فائز لازم يشتغل ويعيني، بعدين الشغل اضمن لسلامتك. فالمحامي يشوف توزيع المراضات راح يصير بيه غلط. أنا رايدتها هالشكل. يقول انتظروا قرارات المحكمة ولو يطول شوية. زين لعب، خلينا نسعى بيها. أم نزار عندي أريد أحكي وياك بموضوع قمنا نعيد ونسقط. خير؟ موضوع ندى. هم ندى؟ شبيها؟ أحس بيها تعبانة. شاهين بنتك لئيمة وعنادية وما تنجرع. أحكي وياها كلمة تقب بيا. نجوى تعبانة تجي تحكي وياها كلمة تقب بيها. إيش دعوة عيني نداوي عليها من طالعة بيها؟ عليها من هالمسكينة.
يلا انت يا ام وقلبك كبير، هي متربت ويا ولدك 12 سنه، اريدك تصيري لها ام مثل ما انا ابو لولدك وخدامكم كلكم. جر ذنها لعب، خليها تعرف اني مثل امها وهي رابيه ببيتي، مو على اقل حكايه تتنمرد علي وترفع صوتها بوجهي، ترى اني همينه بعد زهقت وما اتحمل. وحياة عيونك الويلك اذنها ويجرى لك، انت هم شويه خد قطره حنيه من قلبك هذا الواسع. هاي ايش بيك؟ هاي انت من كل عقلك اني اكرهها؟ يا معود، خو اذا الشك بيا اخذها لبنتك، القي لها مكان قرايب صدقاني وديها. صدقاني يا منيره؟ هاي بنتك؟ اي مو دا اشوفك حاسب لها 1000 حساب ومنيره لي ورا، خو ولدي ولا تسال عليهم. انا كلهم ولدي واحبهم كلهم، وانت اعرف الناس بهذا. والله يا شاهين ما تنعرف. انا حرير بيديك، واليد الناعمه تعرف ملمس الحرير. شوي وسعي صدرك. هلا ونزار. هلا ونداوي. القهوة. شكرا. مو طبيعي يا ندى. ليش؟ متغير بيا فشي؟ هواي امور. ولا وين ابتسامتك الحلوه؟ وين ذيك الحيويه الماليه البيت؟ معركه كلاميه ويا نجوى همين، مو؟ لو ويا ماما. ولو وش المعركه الكلاميه؟ احكي الصدق ندى. ماكو شي. زين دي قعدي لهات. لا مو عندي شغل بالمطبخ لازم اروح اشتغل. ليش نجوى ما ساعدك؟ لا نجوى هالسنة تتخرج وانا دا اقدر ظروفها. زين. تعال استريح. انت مخثوثة ندى. انا لاحظت ماما عصبية وياك هالايام الادنى شيء. هي السبب مو؟ حقها. تحمليها نداوي. ترى هي مثل امك. نزار انا متحملتها، بس الظاهر هي ما تقدر تتحملني بالبيت. بالعكس ترى هي هواية تحبك. هاي قبل لا يجون الخطابة ويبدلون. خطابتي ايش؟ ما اعرف، اسألهم. ما دا افهم، تقولي لي انت. ذاك اليوم اجى الطبيب هو واخته على مود نجوى. طلعت اني قدمت لهم الشربت. راحوا على اساس بعد يومين يرجعون جواب. الجواب الريد الصغيرة. معقولة؟ لا عاد مبروك عليك. العموم هو ما صار شيء. ليش؟ أنا رفضته وأمه كمان حكت هواي تفاصيل عني. شنو؟ ما معقول. ذاك اليوم همينا أم مهند الصيدلي، هذول قرايبكم، همينا ما أعرف إيش صار. نزار هسه أنا قال للخطابة تعالوا خطبوني، حتى أمك وأختك يحقدون علي. نداوي ترى أنت حلوة وسباعية والناس تريدك. ومن طرف ماما ونجوى حقهن. أنت حلوة. يلا قومي. قومي غسلي وروحي نامي يلا. ندى ترى انت حلوة كلش حلوة. وين صار نجيب؟ ما تدري شنو؟ فائز قول لي اخاف تظلم علي. طبعا انا عندي غير نجيب. ابا بطل هالملاعيب والتهي بدروسك شويه. اي طبعا خالتي تفتهم.
اصلا الحدادة تقوي البدن احسن من هالماطور مالتك اللي خابص نفسك بيه. ايه اسمع فائز، بالبيت مو تقول لهم سراب اللي قاعده تخابر، زين؟ بس من يجي نجيب قول له بنت خالتك الخابرت عليك. عيني؟ زين. المهم فائز، بعد ما اوصيك مو تنسى بس يجي نجيب خليه يخابرني، قول له سراب غادي نار كبر عليك. يلا مع السلامة، باي باي. هذا منو يوم؟ هاي شنو؟ فائز غير؟ ما تسمعوا ايش دا احكي؟ ماما تقصد الجزء الثاني من الحديث. ليش هو حكينا اجزاء جميل؟ سألتي على نجيب مو؟ شكو بيها؟ مو ابن خالتي. ايه الله يمهلك بابن خالتك، بس أنا دا أقول لك يعني ماما تشوف مو من المناسب المخابرات هذه، وبعدين لا تقولي انت ترى اكو واحد يراقبني لو يحسب علي حركاتي، ترى هذا ما موجود ببيتنا وانت تدرين. بس أنا ما دا أشوف أكو سبب يمنع أتصل ببيت خالتي، ولا أكو سبب يمنع أسأل عن نجيب، خاصة إنه هو عنده إيفاد. لا هالايام يصير اكو سبب ويصير لهالسبب معنى، مو يوم؟ معلوم. هسه يقول لك دا يحركوها السراب، بل كانت طيب القلوب حتى للريدة ناخذه. والله بصراحة ماما ما أدري إذا هم هيك يفكرون لو أنتوا اللي تفكرون بهالشكل، بس أنا أقول الحمد لله لحد الآن محصنة عقلي وعواطفي من هالماديات ومنافعها. مثالية على نجيب، ذاك هم يرطم بالمفاهيم العالية. ما عليك بيها ابني، فوت وكوي بنطلونك يلا. لا اريدها تقفل. شفتي والله؟ شفت يما شفت، شو وحدك كان بعد ما طق عرقها تقوم تحكي لي بالقلم والمسطرة. بعدين هاي التليفونات خففيها شوية، افتهمتي؟ مدام منيرة كل يوم وايدة فكوا بها ونروح وياها فما خسرانين شيء. زين وهي تتنازل عن العمارة؟ منيرة تريد اتفاق بالمراضاة، نقول لها احنا نريد العمارة، هي خد تاخذ الجراج. وانصاف ترضى بالبيتين اللي براغبة خاتون وابنها ينام ويصحى على الجراج؟ هذا جميل بيد امه، الحكي بيد انصاف. وهاب ما له شغله. انت مستعجل على العمارة. عصفور باليد احسن من الف. نعودة باكر اذا تحولت المعاملة لتقسيم المحاكم تخسرين والمشترية جايين ويعجبوك. الله بين يوم وليلة تصيرين اوبا. هذا الميز رقمه كله سدات. والله أنا حايرة يا عاصي، منيرة هم إلها رأي وما أدري إلمن تصفى. اصفى للباشا طلسانة. قولي لي يا منيرة شو وقت عزيمتها؟ شو وقت ما كان، بس كون الجميع يقولون بلي حتى نقعد قعدة واحدة وكلام واحد ونطلع مصافين. بس عاد أنا معتاز، وإلا شغلة الفايز هذا خطية، صانع حداد وأجداده يملكون اللي يملكوه. بس شوفت عين كاني معتاز، ما حد يساعدني بهالبيت. نجيب هذا ما يعطيني شيء من راتبه، دا يلملم يريد يتزوج، كمال ملتهي بالأدب، فالورث هذا يعيني لي. زين ما طلع الورث هسه شلون؟ يزيد شقايق قاطات، تتعرفين هذا البيك اب مو إلي، مال ابو العلوه، باكر ذا سحابه من عندي، اقعد قبالك لا شغل ولا عمل، هم زين يدزني للمزرعه، يدزني للمزاد اجيب قراضات. شلونك يابا؟ هلا ابو هيبه، رجل جاء؟ غير بالفندق، سودة علي، يجيب الليل ويودي الليل. نايم على قلبي، حتى اجار ما يدفع. يجيب الليل ويودي الليل، غير وراء ده الضمون. يا معود منيلهم. اسمه نسيب، متوت فوق بذيك الغرفة، لا نفع ولا دفع. واحد غير يدفع 50 دينار اجار. دفك ياخا من نشهاب ووهيبة الله يخليك، هو ابو الفندق ايش دا ينطيب؟ وانت ايش همك؟ كان سويت شاهين؟ روحي شوفي الشاهين، روحي. مطيته وكالة عامة.
مخليت له مكتب مال عقارات، دلاليه مال عقارات، سياره توديه وتجيبه، رجال اللي كلمته بالبيت لعد مثل حالي. وش بي حالك؟ يا بد روحي اني وكاله ما اسوي. لا عاد ايش حكي انا؟ انت مو امان، الصدق غير. ليش؟ مو حفنة سنين من عمري قضيتها وياك، خلفت لك شدة زلم، خشنة، حزام، قضيت وياك الحلوة والمرة. تفضل اخي. شكرا. سعيد عين نعطي رقم 15. تفضل اخي. السلام عليكم. هلا وهلا وعيوني، كمولي شلونك؟ سريع سريع تفضل. اشكرك. من المغرب لسه انتظر الغسان وما اجى. غسان؟ غسان منو؟ غسان منو؟ هاي لأن ما تقرا ما تعرفه. غسان الناقد اللي راح يقدم المحاضرتي الشهر الجاي. شو يقدم؟ شو يقدم؟ يقدم مزة. لا بالله. لا بالله، تقلد مو؟ يعني ينوه عن محاضرتي، يعني يحكي عن جهودي الأدبية، شيء عن التيار والنظرية اللي أتحدث عنها. لو كلها عندكم عدس. سعيد. نعم. والله فد شاي بالعجل الكمولي. ما أريد، شارب. صدق كمولي أخاف. جوعان؟ خاف فعلا لأن جوعان. سعيد هسه تنزل على أبو قادر وتجيب نفر كباب بسرعة، يلا. ولا تنسى يكثر بالزلاطة والسماق لأن الحمضيات تحفز مشاعري. مو تدلل الأستاذ كمال. قول لي سيد كمال، يعني هسه هذني كلهن تقراهن بالمحاضرة؟ شو عندي؟ ختمة خو مو ختمة. هذه دراسة عن القصة والمسرحية وهذا الديوان مالي. قول لي شنو معنات المكعبات البنفسجية؟ ها، ما تعرف شنو معنى المكعبات البنفسجية؟ هلا أختي، هلا ومرحبا. نزيلة عندكم؟ اي ما جاوبت لي كمولي. شو جاوبك؟ هذا محتوى شعوري مو تلفيقات لفظية مثل ما بعض الواقعيين يقولون. اي بس شو هذا حكي مو مفهوم يا كمال يعني. هذا مو حكي، هذا شعر. ايش قد صار لها هنا؟ 3 أيام. اقول لك ايش عندها هنا؟ جاي ويا ابوها على معاملة تقاعد. حلو، يعني يوم صديق العمر مثنى. لازم اخونا ناوي تقدم خدمة. القيم اللي تعلمنا عليها لازم نستثمرها شهوبي. دي كل كباب نسيبي وكل. اقول لك اني صدع راسي. لا والله. تدري اني كلش يائس منك. بنتي ليه هسه سهرانة؟ الساعة بيش هسه؟ أني ما تاخذ نوم بابا. ما عندك دوام؟ ضعفي هذا نومك. أمي تعبانة، انتهت بشغل البيت، وجميل قال لي أني هذا البنطلون محتاجه ولازم أحد يخيطه. سراب شكو؟ ماكو شي بابا. لا اكو شي واشياء. ضمن علي على ابوك. تصرفت بطريقة ما عجبتها الأمي ولا عجبتها الجميل. لازم الشغلة ثخينة. ها؟ خابرت استفسرت عن بيت خالتي. اي سبب هذا مشكلة، ما أدري، يجوز هم على حق. سراب لا تاخذين قناعتك من قناعة غيرك، يجوز تخسرين ترى. حاولي تجربين قابليتك وتحاشي الخوف. روحي لهم بنتي، روحي لهم من نفسك. انت وضعك يختلف عن وضع هذا البيت. يا بنتي انت المستقبل. بابا لا تباوع علي هالشكل، نظراتك هذه هواية تقهرني. بنتي
شدة والزول. شدت ايش بابا؟ بابا هذا بيتي وانا دا اشتغل ببيتي. اتمنى ان يكون هذا بيتك فعلا. روح ارتاح بابا، اريد لك الخير والسعادة. يلا بابا يلا يلا امشي كلامي. يا بحم نجوى هاش عنك صاحية لي هسه. انتي شتي تتامرين جوا انت وابوك علينا؟ هاش فيش نجوى؟ عجيبة. ليش هو ابويا منو؟ مو مثل ابوك؟ مو ابويا، يعني ابويا نبهان جواد منعم تشرختشي، مو الشاهيني ما اعرف ايش. انتو ايش تريدون من عندنا؟ نجوى شكو صاير هاليوم؟ شكو مصايبكم غير، بس هذه ما تعبر علينا، نكشفها نعريكم، مو احنا اللي اللعب عليهم نداوي. مو شفتوا اكو ثروه جايه وقلتوا خلنا نشفطها؟ لا والله اشفط اعماركم قبل ما تسوون اقل حركه. ونامي يلا نامي نامي. كافي عاد نجوى. تمتد الليالي لا نهاية بلا حدود، وتردد من سفرها